السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يحضر معنا الآن ضيف عزيز غالي طيب مجتهد في العمل الخيري في الجزائر، الأستاذ بغدادي فزازي من ولاية وهران. مرحبا، أهلا وسهلا بك في جمعية كفاف اليتيم. ما رأيك في مثل هذه المبادرات التي تقدمها أو التي تنظمها جمعية كفاف اليتيم عبر كامل التراب الوطني؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أود أن أشكر إخواني في المكتب الوطني لجمعية كفاف اليتيم على حسن الاستقبال، حسن التنظيم، حسن التخطيط، وخاصة البوليدة ليس غريب عليها ذلك، وعلى أخونا الشيخ علي وكامل المكتب، وخاصة مكتب البوليدة. نقول لكم جزاكم الله كل خير على احتضان هذه البطولة التي هي في الحقيقة رياضة من جهة، ولكنها من جهة أخرى تهدف إلى الكفالة الحقيقية لهذا اليتيم، لأن هذا اليتيم يجب أن نتكفل به رياضيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وإلى غير ذلك. فمثل هذا المكان الجميل الرائع وهذا الملعب الأروع كذلك يعطي نكهة، يعطي رغبة في الحياة عند هذا اليتيم، ليحس بروحه كأنه مثل باقي أطفال الجزائر. طبعا الدورة لحد الآن أني نتابع يعني من خلالكم، جزاك الله كل خير كذلك الإعلامي الناشط، يعني راهي لحد الآن يعني ناجحة 100% الحمد لله رب العالمين. لا تهم النتائج وإنما تهم اللعبة في حد ذاتها، تهم الأخلاق التي نريد لليتيم أن يتحلى بها حتى يكون مواطنا صالحا إن شاء الله تبارك وتعالى وناجحا في حياته إن شاء الله. كلام جميل جدا من قدوة العمل الخيري في الجزائر. ونحن في الأخير ما سنة إلا أن نقول أن الجمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية معا لرسم البسمة ومسح الدمعة. في أمان الرحمن، سلام.